السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بعد غياب تقريبا شهر ونص. كنت ممتحن فيهم امتحان الأوسكي والحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا. إن شاء الله هيبقى في فيديوهات كتير زي ما وعدتكم. بس الفيديو ده كده سريع، لأني شفت فيه سؤالين بيتكرروا بشكل شبه يومي. السؤال الأول: أنا دبلوم، أنا معهد، أنا بكالوريوس، أنا معايا ماستر، أنا معايا دكتوراه، ينفع أقدم؟ ينفع أمشي في نفس الإجراءات نفس الخطوات؟ الإجابة: بص على ترخيص مزاولة المهنة بتاعك، مكتوب فيه كلمة ممرض، فده معناه إنك تقدر تمشي نفس الخطوات ونفس الإجراءات. طيب هل بيفرق حاجة في البوزيشن أو في السالري؟ ما بيفرقش أي حاجة، لا في بوزيشن ولا في سالري. طب إزاي أنا معايا ماستر، أنا معايا ديجري؟ والله ممكن ده بعد ما توصل هنا وتيجي تقدم على بوست مثلا يكون محتاج الماستر او يكون محتاج الدكتوراه، هيفيدك ساعتها. لكن في الوقت الحالي كله بيجي على ستاف نيرس باند 5. تمام، ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: أنا عايش في الخليج، في أي دولة من دول الخليج، السعودية، الإمارات، عمان، قطر، البحرين، هل ينفع أقدم بالترخيص بتاع الدولة دي؟ ينفع تقدم. طب هل بتنصح بكده؟ لا، ما بنصحش بكده. طيب ليه؟ هقول لك انا وجهة نظري، وانت طبعا ليك حرية القرار والاختيار. تمام، لكن انا هشرحها لك بشكل مبسط. لما بتدخل على NMC علشان تسجل بالترخيص، مثلا نختار السعودية كمثال، تسجل بالترخيص السعودي، فلما تدخل على NMC هيقول لك اختار الكونتري اوف تريننج، فساعتها لازم تختار الكونتري اوف تريننج السعودية. لو اخترت ايجيبت مش هيطلع لك من ضمن الاختيارات وزارة الصحة في السعودية، فلازم تختار الكونتري اوف تريننج السعودية. طيب اخترت كانتري اوف تريننج السعوديه وحملت الترخيص السعودي والامور مشيت، وجيت واتسجلت وتصنفت والامور بقت تمام. النقطه بقى اللي انا بخاف منها، لو NMC جت طلبت منك ايفيدنس ان انت اتدربت في السعوديه، ساعتها هتقول لهم ايه؟ للاسف انا ما عنديش اي ايفيدنس ان انا اتدربت في السعوديه، ولا عندي ايفيدنس ان انا اتدربت في عمان او قطر او في البحرين او في اي كان اي دوله من الدول دي. علشان كده بقول الترخيص المصري. ليه الترخيص المصري؟ علشان الترخيص المصري تقدر ان انت لما يطلب منك بروف للتريننج تقدر ترفع شهادة اللي هي الامتياز، وتقول والله انا اتدربت في مصر دي شهادة الامتياز بتاعتي. تمام، فعشان كده ما بنصحش بيها. طيب هل في حد قدم بالترخيص الخليجي؟ ايوه في حد قدم، في ناس قدمت، الامور مشيت، في ناس منهم الامور مشيت، وفي ناس الامور اتعقدت، وفي ناس وصلت الحمد لله والامور ما فيش فيها مشكله. بس هي النقطه زي ما قلت لكم ان انا بخاف منها، لو حد طلب ايفيدنس ان انت اتدربت في السعوديه ولا في قطر ولا في الامارات، ايه الايفيدنس اللي معاك؟ ويبقى دايما الاختيار الاول والاصح والافضل انك تسجل بالترخيص المصري بتاع بلدك، لان بسهوله تقدر توصل لوزاره الصحه عندك، حتى لو بعد ما سافرت وحصل في اي حاجه تقدر توصل لوزاره الصحه عندك في بلدك. الحاجه الثانيه زي ما قلنا الايفيدنس اوف تريننج، عندك شهاده الامتياز. فيبقى هو افضل حل. الا بقى لو الامور تعقدت خالص ومفيش قدامك غير الحل ده، انك تسجل بالترخيص العماني او الترخيص خارج مصر يعني، ساعتها بقى يعني ايه، توكل على الله، بس خليك عارف ان انت بتاخد ريسك وعارف ايه الاخطار بتاعته. بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله، والى اللقاء في فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.